لما تفتح الكتاب المقدس على فهرس المحتويات هتلاحظ إن الثلاث أرباع الأولى منه هي مجموعة أسفار اسمها أسفار العهد القديم. ولما تبص على قائمة الأسفار دي هتلاقي إنها بتتكون من 39 سفر بتتجمع كلها في 4 أقسام رئيسية. الأسفار الخمسة الأولى معروفة باسم أسفار موسى الخمسة، وبيجي وراها الأسفار التاريخية، وبعديهم الأسفار الشعرية، وفي الآخر أسفار الأنبياء. وده يمكن يبان موضوع بسيط، لكنه في الحقيقة مليان تعقيد وإثارة. الأسفار دي اتجمعت في كتاب واحد اسمه العهد القديم في التقليد المسيحي اللي جه بعد زمن الرب يسوع والرسل، لكنها كانت مكتوبة في التقليد اليهودي القديم في مخطوطات بتتقسم ل3 مجموعات بتتسمى مع بعضها التناخ. الاسم ده في العبري بيتكون من الحروف الأولى من 3 كلمات: التوراة اللي معناها التعليم، ونبيين ومعناها الأنبياء، وكتبين ومعناها الكتابات. التناخ عبارة عن نفس الأسفار الموجودة في العهد القديم وإن كان ليها ترتيب مختلف. التوراة هي نفسها أسفار موسى الخمسة، لكن أسفار الأنبياء بتتكون من 4 أسفار تاريخية وبعدها 15 سفر أخدت أسماء أنبياء محددين. وبعد كده بتيجي الكتابات وهي مجموعة من النصوص المختلفة المكتوبة بالشعر والنثر. التصنيف اللي من 3 أجزاء ده نظام قديم جدا، وبنلاقي إشارة ليه في نصوص يهودية قديمة جدا زي مخطوطات البحر الميت والحكمة لابن سيراخ. ده غير إن يسوع الناصري بنفسه اتكلم عنه، لأن التقسيم الثلاثي ده داخل في تصميم وتركيب المخطوطات نفسها. ولو دققت النظر هتكتشف إن كل مخطوطة فيها إشارات بتربط كل عمل بالمجموعة الأكبر المكونة من 3 أجزاء. طيب مين اللي جمع المخطوطات دي مع بعض؟ العملية دي أخدت وقت طويل، وبعض أسماء الشخصيات المشهورة اللي اشتركت فيها مذكورة زي موسى أو داود، لكن الغالبية فضلوا مش معروفين، والكتاب المقدس بيسميهم ببساطة الكتبة أو الأنبياء. المخطوطات دي اتشكلت على مر تاريخ بني إسرائيل لما أجيال من الكتبة النبويين جمعوا القصص القديمة والقصائد ودمجوها في نصوص أطول، وبعد فترة جمعوا كل النصوص دي على بعض وكونوا المكتبة الموحدة للمخطوطات اللي هي التناخ. وواضح من نصوص أسفار المزامير والأنبياء إن الكتبة النبويين دول كانوا بيؤمنوا إن روح الله هو المرشد للموضوع ده كله، فالله بيتواصل مع شعبه من خلال الكلمات البشرية دي. عشان كده كانت النصوص دي ليها قيمة كبيرة قوي عندهم، فدرسوها وجمعوها في مجموعة موحدة. وعملية التجميع دي كلها خلصت في القرون الأخيرة قبل حياة الرب يسوع على الأرض، وإن كنا ما نعرفش إمتى بالتحديد. التناخ في شكلها النهائي بتقدم تفسير نبوي لتاريخ بني إسرائيل اللي بيكشف خطة الله إنه ينقذ العالم كله. ومع إننا ما نقدرش نناقش كل المخطوطات دي بالتفصيل في حلقة واحدة، لكن من المفيد إننا ناخد نظرة شاملة على المضمون بتاعها. التوراة بتبتدي بإن الله خلق أرض كبيرة وباركها وبقت هي دنيتنا الحلوة جدا، وبعدين الله بيأتمن عليها مخلوق بيعكس صورته الإلهية واللي هو إنسان أو باللغة العبرية آدم. الله بيكلف البشر إنهم يحكموا العالم كملوك وملكات على الخليقة، والسؤال هنا هل هيكونوا واثقين في حكمة الله في تمييز الخير من الشر، ولا هينفردوا بالسلطة ويحددوا لنفسهم إيه هو الخير وإيه الشر؟ كان في مخلوق تاني مع البشر، حية غامضة، واللي في تمردها على الخالق بتخدع البشر عشان يتمردوا بغباوتهم على كرم الله، والنتيجة كانت انفصال البشر عن المصدر الإلهي لحياتهم وخروجهم من الجنة اللي فيها البركة وموتهم في برية خطيرة. ومن ساعتها البشر ابتدوا ينتشروا ويعيدوا تعريف الخير والشر، والأمور اتدهورت للأسوأ بسرعة كبيرة. بنلاقي البشر بيبنوا مدن موبوءة بالعنف والقهر لغاية ما أسسوا مدينة اسمها بابل كان الناس اللي فيها بيألهوا نفسهم. وهنا بنشوف إزاي اتشكلت الحبكة الأساسية لقصة الكتاب المقدس كله. الله عايز يبارك العالم بتاعه ويحكمه من خلال البشر، لكن البشر بقوا هم المشكلة، بقوا عايشين تحت تأثير الشر وبيدمروا نفسهم بسبب غبائهم وفكرهم المحدود. والوضع ده بيمهد للحل الإلهي اللي هو وجود إنسان من نوع جديد. وهنا الله بيقدم وعد بمجيء إنسان جديد مش هيخضع للحية، لكنه هيسحقها وهي كمان هتسحقه. والقصة بتبتدي تتتبع النسل الموعود بيه لغاية ما نوصل لراجل وست هم إبراهيم وسارة، إلا الله بيأتمنهم على البركة الإلهية نفسها اللي اداها للبشرية في البداية. فبيخرجوا من بابل وبيمشوا ناحية أرض جديدة الله وعد إنه هيديها لنسلهم.
وبعد كده بنشوف قصة عيلة إبراهيم من خلال 3 أجيال، إبراهيم وإسحاق ويعقوب وبعدين 12 ابن، وبتفضل عندنا آمال كبيرة لغاية ما نقرأ قصة عيلتهم الفاشلة المدمرة، فبنلاقيهم بيكذبوا ويخدعوا، دول كمان كانوا قربوا يقتلوا بعض، ده غير قصص الفضايح الجنسية. لكن نتوقع إيه بعد اللي حصل في جنة عدن؟ دول مجرد بشر. وفي الآخر عيلة إبراهيم بيتغربوا في أرض مصر. كل قصة فشل عيلة إبراهيم بتشكل خلفية مظلمة في وسطها شوية أحداث مضيئة، لأن الله بيفضل ملتزم بعهوده مع الناس دول. ده كمان بيديهم وعد أبدي اسمه العهد بإنه ينقذهم ويبارك كل البشرية من خلالهم، ومش واضح الكلام ده هيحصل إزاي، لكن عيلة إبراهيم كانت في أفضل حالاتها لما بطلوا يعملوا مؤامرات أنانية وكان عندهم إيمان عميق في وعود الله. وفضلت العيلة تكبر وانتهى الحال بيهم بأنهم بقوا عبيد في مصر. وهنا بنتعرف على موسى وهو الشخصية الرئيسية التانية في التوراة. الله بيعين موسى عشان ينقذ بني إسرائيل ويجيبهم لغاية الجبل، وهناك بيدعوهم كلهم إنهم يدخلوا في علاقة عهد مع الله، وبيديهم 613 وصية بتحكم العلاقة دي، وهي عبارة عن إرشادات هتساعدهم إنهم يبقوا نوع جديد من البشر بيعكس صورة الله للعالم بأمانة. موسى بيكون وسيط في الاتفاق ده لأنه إنسان رائع، وهو أحسن نبي يكلم بني إسرائيل بكلام الله، وهو الكاهن اللي بيمثلهم قدام الله. ده كمان كان بيتقال عليه إنه ملك، يعني قائد بني إسرائيل ومنقذهم في وقت الضيق. لكن لما نتابع أحداث التوراة بعد كده بنلاقي بني إسرائيل بيفشلوا فشل ذريع لأنهم بينقضوا العهد، وحتى موسى نفسه بيتمرد على الله. أحداث التوراة بتنتهي بإن موسى بيتنبأ باستمرار فشل بني إسرائيل وسبيهم مرة تاني حتى بعد ما يرجعوا لأرض الموعد، لكن كان عنده أمل إن الله هيتمم وعده وينقذ بني إسرائيل، وإنه هيجي يوم ويكفر عن أخطائهم ويشفي قلوبهم الأنانية فيحبوا الله بجد فيعيشوا. بعد كده موسى بيموت، والعبارات الأخيرة في مخطوطات التوراة بتفاجئنا لأنها بتاخدنا عبر الزمن، فبنسمع فيها صوت الكتبة النبويين اللي جمعوا التناخ، ونلاقيهم بيعلقوا على قصة موسى بحسب رؤيتهم ويقولوا لنا إنه ما كانش في كل تاريخ بني إسرائيل نبي زي موسى. يا ريت يكون في نبي وكاهن وملك زيه. ومن هنا ننتقل ونروح للنبيين، ودي بتتكون من مجموعتين فرعيتين. المجموعة الأولى هي مجموعة الأنبياء القدام، ودي 4 روايات عن قصة بني إسرائيل في أرض الموعد.